1 كيلوغرام قطع دجاج مغسولة. تغمر بالماء. يوضع القدر على نار متوسطة. عندما يبدأ بالغليان تخفف النار وتزال الزفرة عن الوجه. نصف ملعقة كبيرة ملح. 3 أوراق غار. ملعقة صغيرة فلفل حب. 1 عود قرفة مقطع. حبة بصل صغيرة. يغطى القدر ويترك حوالي 30 دقيقة حتى ينضج. تصفى قطع الدجاج من المرق، ويزال لحم الدجاج عن العظم ويقطع إلى قطع متوسطة ويوضع جانباً. توضع الصينية على نار متوسطة. 3 ملاعق كبيرة زيت. 3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم ناعم أو مهروس. يقلى حوالي دقيقة. 1 كيلو بطاطا مقشر ومغسل ومقطع بسماكة نصف سنتيمتر. يقلب حوالي 15 دقيقة. ملعقة كبيرة ملح. الدجاج المسلوق. يقلب قليلاً. 3 أكواب مرق الدجاج أو ماء. ربع كوب عصير ليمون حامض. نصف ملعقة صغيرة بهار حلو مطحون. بعد أن تغلي تخفف النار وتغطى وتترك حوالي 30 دقيقة حتى تنضج. توضع في فرن محمى مسبقا من الأعلى على حرارة 180 درجة حوالي 10 دقائق أو حتى يتحمر الوجه. تقدم صينية البطاطا مع الدجاج ساخنة إلى جانب الأرز.